صراع المغرب الجزائر. صراع تنظيم كأس أفريقيا 2025 لا يكف عن الاشتعال، حيث أعلن رئيس الفيفا جياني أنفانتينو رسميا اختياره ما بين المغرب والجزائر، ولن تصدق من اختار. شاهد الفيديو للنهاية لتفهم وتعرف كل التفاصيل. ولكن ليصلك كل جديد بخصوص ملف كأس إفريقيا 2025 الناري والملتهب، المرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أصبحت الكرة الإفريقية في فوضى عارمة مؤخرا بعد تلميح رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع عن اقتراب المغرب من تنظيم كأس إفريقيا 2025، وتلتها تصريحات المعلق الرياضي حفيظ دراجي، والذي طالب بلده بسحب ملف ترشيحها، وسرعان ما استجاب الاتحاد الجزائري لطلباته، وعبر عن غضبه بصفته أحد المرشحين لنيل شرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية. في بيان أرسله للكاف يطالبه فيه بتوضيح الشائعات والأخبار المتداولة عن كون المغرب قد حسم ملف التنظيم، بل وهدد بسحب ملفه إذا ثبت وجود أي تلاعب أو تدخل خارجي. ليخرج رئيس الفيفا جياني أنفانتينو ويشعل هذا الصراع، وينشر على صفحته على تويتر صورة قد قلبت مواقع التواصل الاجتماعي. يرتدي في هذه الصورة قميص المغربي مشيرا بإصبعه إلى شعار كأس إفريقيا، وهي الصورة التي فسرها الإعلام الجزائري والإعلام المغربي على أنها تلميح مباشر على دعمه الكامل لملف المغرب.